بداية سخنة جدا من بوست الممدوح عباس فضح الكل وكشف كل الأكاذيب اللي كنا بنسمعها نهار وليل من الإعلام الزملكاوي اللي بيصدر لك فكرة إن إحنا شقيانين وإحنا مش لاقيين ومفيش فلوس ومفيش مستحقات. اتقل معايا لحد آخر الفيديو وهتشوف معايا بوست ممدوح عباس وهنتكلم فيه مع بعض وهنعرف بقى هل نادي الزمالك فعلا هو نادي الزمالك برغم ولا نادي الزمالك اللي كل حاجة متوفرة له واللي الدنيا ماشية زي الفل، ولكن الصورة اللي متصدرة لك ان احنا معناش واحنا اللعيبة بتلعب من غير مستحقاتها واحنا. بس لازم الاول نبدأ باللي انا كنت مستنيها، الاستاذة مها صبري اللي اتأخرت علينا شوية بس لما طلعت بكمية كوميديا وضحك. يلا بينا نسمع. يعني متفهمة انك انت في الوقت اول حاجة لاحظتها اول ما سمعت كلامها في الفيديو عارف ايه هي؟ التون. قبل الماتش ميعادنا يوم السبت اللي جاي الساعة 11، كله هيختفي، كله مش هيظهر، الزمالك اسياد افريقيا. لكن دلوقتي على فكرة انا متفهمة اللي بيحصل. اختلاف في التون حاجة في منتهى الضحك. يلا بينا نكمل. انت في الوقت الحالي هتاخد فيديوهات واحنا بندعم فرقتنا اللي مصدقين. بقول لك ايه، احنا لسه بنبتدي وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنهرتل من اولها بقى ولا ايه؟ ايه علاقة دعم فرقتك يا فندم ان انت تطلعي تقولي هخليك تختفي من على السوشيال ميديا، هخليك تسكت اوقات الفراغ؟ ايه علاقة دعم الفرقة بالهرتلة والهبد ده اساسا؟ يعني حضرتك لو كنت طلعتي بمنتهى الاحترام والهدوء وقلتي والله يا جماعة انا بدعم نادي الزمالك وباذن الله نادي الزمالك بطل الكونفدرالية ونتقابل الساعة 11 عشان نحتفل مع بعض، كنت هقولك تمام انتي فعلا بتدعمي فريقك وملكيش دعوه بحد. لكن انتي دخلتي في جو بلدي جدا من التلقيح ونتقابل الساعه 11 وكله هيسكت وكله هيختفي. انتي لما طلعتي كنتي عماله تلقحي على الاهلي وفي النص تروحي راميه جملتين للزمالك، فانا هقفلك على الواحده اقسم بالله ما هعديلك كلمه. ربنا يخلي لنا مها صبري وفرح علي وجليليو ورضا عبد العال وعمرو الدردير وطارق السيد. ربنا يخلي لنا يا سيدي الاعلام الزملكاوي واللعيبه القدامى لنادي الزمالك اللي بيتكلموا بالطريقه اللي انتوا عارفينها عشان نلاقي محتوى كوميدي. يلا بينا نكمل. بس لا تعايرني ولا عايرك، ماشي؟ الهم طايلني وطايلك زي ما بنقول. انت خسران وخارج من دور الثمانية، انا وصلت للنهائي. بتقول لك ان احنا كاهلي خرجنا من دور الثمانية وهم خرجوا من الدور النهائي، فطبعا دي حاجة تحسب لهم اكيد طبعا، ولكن انا عايز انبهك بس لحاجة صغيرة قوي يا فندم. احنا كنا بنلعب في دوري ابطال افريقيا اما انتوا كنتوا بتلعبوا في الكونفدرالية. انا عارف انها تفصيلة بالنسبة لك صغيرة وما تفرقش كتير، ايه يعني ما هي دي بطولة افريقيا ودي بطولة افريقيا. انا فاهم والله، انا فاهم ان انت لسه جديدة على موضوع الكورة ده وبتحاولي لسه تفهمي الموضوع والقوانين وانهي بطولة اهم من انهي بطولة، وممكن اي حد معدي يفهمك مثلا ان الكونفدرالية اهم من دوري ابطال افريقيا وانت هتصدقيه عادي. ولكن واجبي هنا ان انا انبهك واقول لك ما كناش في نفس البطولة على فكرة، كنا في بطولة اعلى شوية من البطولة المهزأة اللي انتوا بتلعبوا فيها. كملي، ده احنا هنضحك ضحك. انا حزني اكبر منك بكتير. بتقول لك انا حزني اكبر منك على اساس ان خسارة الكونفدرالية بالنسبة لهم طبعا اهم بكتير من خسارة دوري ابطال افريقيا. بقول لك انا فعلا شاكك انها مش عارفة اهمية البطولات وقيمتها. يعني دي ممكن تروح اوروبا ممكن تقتنع عادي جدا ان اهم حاجة هي دوري المؤتمرات الاوروبي، يليه الدوري الاوروبي، يليه بقى الشامبيونز ليج بقى بتاع الناس التعبانة بقى ريال مدريد وليفربول والحاجات التعبانة دي يا راجل. انا وصلت للنهائي، انا خسرت بضربات الجزاء وهي اسمها ضربات الحظ اصلا. فانا هرد على مها صبري في اللي قالته من شويه واقول لها يا فندم انتوا اصلا الطبيعي ان الماتش ده يخلص في ال90 دقيقه لصالح اتحاد العاصمه، انتوا ما جيتوش اساسا، فانتي ما تطلعيش تقولي لنا وتبيعي لنا البيعه بتاعه اصل احنا خسرنا بضربات الجزاء، ضربات الحظ الترجيحيه. لولا الحظ ولولا التحكيم اللي كان معاكي ذهابا ايابا انتوا تخسروا ذهابا وايابا عادي جدا. قلتلك مش هعديلك حرف النهارده، انا قاعدلك النهارده. فانا من حقي اكيد ان انا ازعل على فريق ان هو النهارده خسر ده على كده بقى احنا زعلانين بقالنا كتير وهنزعل كتير ان شاء الله يعني.
تحفل بقى النهارده على خسارة يا جماعة التون يا جدعان، اقسم بالله مش التون، مش طالع الصوت، النبرة. اسياد افريقيا مفيش. في عز ما انا عندي اصابات، في عز ما انا عندي ازمة عملية، في عز ان انا بص يا باشا، ما هما في الحالتين كسبوا هيقول لك انا كسبت برغم الظروف والاصابات وايقاف القيد والمستحقات، لو خسرت هتقول لك انا عندي والله ايقافات قيد، انا عندي مستحقات ما بتدفعش، احنا الارض اتسحبت مننا، والله عندنا في 17 قضيه يا مؤمن في الفيفا، احنا ما عندناش مدرب، احنا ما عندناش لعيبه، احنا ما عندناش سكواد، الكابتن معتمد جمال ابتدى يبص لتحت 10 سنين عشان يلصم القايمه، احنا الدوله ضدنا، احنا الحكام ضدنا، احنا اتحاد الكوره ضدنا. لكن لو جينا عملنا مقارنة سريعة كده بيني وبينك مثلا. يا فندم ما تقارنيش نفسك بيا، انا لما بطلع من موسم وانا كسبان دوري ببقى طالع متضايق وبقول ده موسم كارثي، لكن انتوا لما كسبتوا السوبر المصري والسوبر الافريقي خرج الكابتن خالد الغندور على قناة نادي الزمالك يقول اتعشت خلاص انا كده تمام. فما تقارنيش عقليتك بعقليتي، ما تقارنيش الحالة بتاعتك بالحالة بتاعتي، ولكن مضطرين نسمع عشان نضحك. يعني انا لو عندي نفس السكواد بالارقام المرعبة دي كلها. استاذة مها بعد اذنك، في موقع اسمه ترانسفير ماركت، خشي عليه تمام، اكتبي زمالك ترانسفيرز، اوكي، هيفتح لك صفحة نادي الزمالك، اختاري موسم 25 26 هيجيب لك كل الصفقات اللي جابها نادي الزمالك في الصيف، بس 7 مليون يورو فاصل 18. هفضل اقولها لك واقولها لاي حد هيطلع يدلس ويقول لك انت دافع ملايين ولا دافع مليارات وانا مش دافع حاجة. ترانسفير ماركت يا باشا كشف الكل، وممدوح عباس في اخر الحلقة دي اوعى تنسى واوعى تمشي، مش كشف بقى، ده عرى الناس كلها. بس الاول نكمل مع الكوميديانة مها صبري. خوان بزيرة مثلا بيلعب وهو بيتحامل على نفسه عشان يلعب. ثانية واحدة بقى عشان انا كده اتلخبطت بصراحة، هو خوان بزيرة لعب امبارح؟ طب نتأكد يا جماعة، جايز انا عندي مشكلة في عيني ولا حاجة. ده لعب يا معلم، تصدق اقسم بالله ولا حسيت بيه نهائيا. الواد للأمانة يا جماعة ضيف خفيف جدا تحديدا في الماتشات المهمة، الماتشات الحاسمة يعني. كملي. فما تجيش دلوقتي تقعد تحفل مش عارفه ايه، لان انا عملت اللي انت مش عارف تعمله. انت اللي عارف توصل نهائي قاري. عملتي اللي انا مش عارف اعمله نهائي قاري؟ طب دي افهمها ازاي يعني؟ نهائي الكونفدراليه شيء ونهائي دوري الابطال شيء، وما ينفعش نقول جمله عامه نهائي قاري كده. كريستال بالاس نجح ان هو يوصل نهائي قاري، ريال مدريد ما بيلعبش نهائي تشامبيونز ليج، برشلونه ما بيلعبش نهائي تشامبيونز ليج، المان سيتي ما بيلعبش نهائي تشامبيونز ليج. هل ينفع اقول كريستال بالاس عمل حاجه ريال مدريد وبرشلونه والمان سيتي وليفربول ما عملوهاش؟ عمل ايه يا باشا؟ لعب نهائي قاري. هو كريستال بالاس في الشامبيونز ليج؟ لا. امال فين؟ في دوري المؤتمرات. بصي هو حاجه من اتنين، يا اما انت الخساره اثرت عليكي جدا فانت طلعت يا حرام تهرتلي وانا مستبعد لا انت مش بتهرتلي، يا اما بقى الحاجه التانيه وهي دي في وجهه نظري الحاجه الصحيحه، ان هي دي فعلا معلوماتك في الكوره. انت بالنسبه لك النهائي قاري مش مهم بقى كونفدراليه دوري مؤتمرات اي حاجه، المهم ان اسمه نهائي قاري. مش هعديلك حرف. عندك سكواد وعندك دكه والحياه متنغنغه معاك ما شاء الله. على فكرة بالنسبة لكلمة نغنغة دي انت اللي جبتيه لنفسك، استنى معايا ابوس ايدك، استنى معايا لحد اخر الفيديو بمناسبة كلمة نغنغة دي عشان انا بقى اللي هنغنغك ضحك. ما تجيش دلوقتي بقى ايه تتكلم عليا وانا مثلا مصدقه في فرقتي تاني بتدلس وتقول لك مالكش دعوة بقى بيا وانا بدعم فرقتي. يا بنتي انت ما كنتيش بتدعمي فرقتك، انت كنتي بتلقحي شغل التلقيح بتاعكو بتاع قناة نادي الزمالك، بطولة فرح علي بالاشتراك مع جاليليو وظهور خاص للنجمة مها صبري نجمة الكوميديا. من نصيب الكبار برضو ان هم ما عندهمش وقت يحزنوا. امال الحزن اللي مسيطر على الاحبال الصوتيه بتاعك ده ايه ده انت قاعده في اسوان يا بنتي، لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندناش وقت نحزن احنا الحقيقه، وهتعيط وهي بتتكلم اساسا. دي يا جماعه كانت وصلة صياح بس بتون كده هادي وبتون مستسلم وبتون حزين وبتون مهزوم
اتمنى كابتن علي ماهر، الزمالك جاي لك وهو منهار نفسيا وبدنيا وفنيا. كابتن علي خلصنا مع صبري. تعالى بقى يا ريس نروح على البوست بتاع ممدوح عباس واللي انا بعتبره فضيحة. البوست هيطلع قدامك دلوقتي حالا. قال لك ايه بقى؟ طيرت النوم من عينيا والحزن محاوطني من كل يمة. حسين لبيب مستخبي بقاله سنة ويوم ما حضر خسرنا الكونفدرالية. انت بتلقح يعني ان هو نحس ولا ايه؟ ده كلامه هو. انت بتلقح ان الكابتن حسين لبيب راجل نحس. ده كلامه هو، انا ماليش دعوة. لسه اتقلت دعم ودعمت طيارة خاصة وجبت مستحقات لعيبة وصرفت اعلى مكافآت بعد كل مباراة وشبرقت. فاكر النغنغة من شوية؟ ما هي نغنغة من شبرقة نفس المعنى. يعني بقى فكرة اصل احنا ما عندناش فلوس، اصل اللعيبة مش قابضة، واللعيبة دي رجالة، اللعيبة دي بتلعب وبتكسب رغم ان هم ما بياخدوش فلوس، وانتوا يا اهلي لعبتكم بتاخد مليارات ورغم كده مش عارفين تكسبوا. كل ده بلح. الكل اتراضى وانا اللي لبست. اروح لمين واقول يمين ينجدني منك يا زمالك. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الحتة دي بقى عجباني جدا. فلوس فك القيد، يا تجمعوا من بعض وتدفعوها يا بلاها بطولات افريقيا. احنا كده كده بشارك، قصده بنشارك وناخد خازوق في الاخر. طبعا اللي مشير البوست ده كابتن طارق السيد على صفحته الرسمية. على فكرة دي مش اول مرة ممدوح عباس يطلع في احد بوستاته ويقلل من قدر حسين لبيب. مش عايز استخدم كلمة قاسية اكتر من كده. اما انا بقى بالنسبة لي الجزء الاهم في كل البوست ده ان هو الراجل فضح كل الاكاذيب وجبت مستحقات لعيبه وصرفت اعلى مكافآت بعد كل مباراه وشبرقت. فاكر لما فارس كان في قهوه فايق وقال ان الزمالك بيتصرف له اعلى مكافآت لكل نقطه في الدوري، فراح رادد عليه جو او مارك مش متاكد حد منهم، قال له انت جبت منين الكلام ده؟ الكلام ده مش حقيقي. بمنتهى الثقه والبجاحه. جبت الكلام ده منين؟ اهو. في النهاية بقى عايز كل واحد منكم كده في التعليقات يقول لي ايه رأيه في كلام الأستاذة مها صبري، والأهم ايه رأيه في بوست الأستاذ ممدوح عباس. ما تنساش تشترك على القناة وانك تعمل لايك للفيديو. لو انت بتشوفني على الفيسبوك عندي قناة على اليوتيوب روح واشترك عليها، سايب لك اللينك بتاعها تحت في التعليقات. واشوفكم بإذن الله في فيديو آخر كله ضحك إن شاء الله بإذن الله. سلام.